السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي وصحابي وإخواتي حبايب قلبي في كل مكان وعيلتي التانية. النهاردة بقى هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض شوية فتة كوارع، إنما تحفة تحفة تحفة. أهو زي ما انتم شايفين كده. هنشوف بقى الخطوات بتاعتنا عبارة عن يلا نخش مع بعض على المطبخ ونعمل مع بعض أحلى شوية فتة كوارع زي ما انتم شايفين كده. يلا معايا على المطبخ. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. كده اهو يا جماعه معايا الكوارع زي ما انتم شايفين كده اهي اتسلقت عشان ما نضيعش وقتنا بس كده مع بعض. كل اللي عملناه ان احنا ولعنا عليها سلقناها. طيب انا سلقتها ازاي؟ طبعا قبل كده انا عاملاها معاكم وهسيب لكم لينك الحلقه اللي فاتت في صندوق الوصف، هتشوفوا ازاي انا سلقت الكوارع. احنا بنغسلها كويس جدا بمحلول ملح وسكر ودقيق وننقعها ساعتين، وبعد كده بناخدها نولع الميه ونحط فيها ورق اللورة والفلفل والحبهان والكرفس تغلي، نسقط الكوارع تاخد الغلوه بتاعتها. بعد ما بتغلي وتقرب تستوي بنديها الملح بتاعها كده. خلاص دي طريقه سلق الكوارع، زيها كأني بطبخ لحمه، بطبخ كوارع، بطبخ بط، زي اي طبيخ خالص خالص، مش فيها اي حاجه اهي كده. خلاص عشان هي بتبقى تاخد وقت عما بتتسلق، انا سلقتها وجهزتها. يلا بقى هنشوف هنعمل الفته ازاي، وهنشوف الكوارع بتاعتنا الطشه بتاعتها والدقه بتاعتها والتكات بتاعتها والتركات بتاعتها بتكون ايه. اول حاجه بقى بنعملها هنعمل دي معلقه سمنه بلدي، ومعايا هنا المقلايه التانيه هنا مشغله عليها عشان احمر فيها العيش، وهنا السمنه البلدي نزلت بيها. انزل بقى بالثوم، ثوم انا مفرزاه اهو. كده خلاص التومه اهي يا جماعه اتحمرت معايا، خدت اللون الذهبي كده. انزل بقى بالكزبره بتاعتي. بصوا بقى الكوارع ما بيتحطلهاش لا دقه ولا اي حاجه ازيد من كزبره. تمام. اعمل ايه بعد كده؟ اروح طفياها بمعلقتين خل، معلقتين خل. انزل بقى بثلاث اربع معالق صلصه كده، ولو عندك طماطم وضرباها بتبقى كويسه برضو جدا اهي. اقلبها كويس. عندي هنا بقى شويه ميه سخنين في الكاتل هجيبهم اهو. البخار طلع شبر على المكرونه كده. خلاص يعتبر الصلصه بتاعتي بس تاخد الغلوه بتاعتها، هي الميه كده كده بتغلي ومعانا الكوارع بتغلي اهي زي ما شايفين كده. هنشوف بقى هنعمل ايه بس والرز بيسخن. الرز انا كنت مجهزاه من بدري. ثواني. ننزل بقى على العيش، نحمر العيش بالشكل ده كده كده يا دوب العيش بس يتحمر ومعاه الصلصه استوت اهي ما شاء الله. الريحه ما اقولكوش، والكوارع بتاعتنا بتغلي. هنعمله يا ريري؟ نحمر بس العيش. يلا نفصل كده دقيقه عما العيش يتحمر كده. بقى انا هبتدي انشل الكوارع بتاعتي بالشكل ده كده، واشوف هسيب اعمله بالشوربه وايه اللي هيدخل في الصلصه. نشيلها كده زي ما انتم شايفين الكوارع مستويه وبقت زي الفل اهي. شايفين ما شاء الله. طلعها كده وشوف هنعمل ايه. كده انا طلعت الكوارع اهي. اشوف بقى هعمل ايه. الصلصه بتاعتي جهزت اهي والعيش بتاعي اتحمر. هنشوف بقى احنا هنعمل ايه كده. خلاص بقى الصلصه بتاعتنا جاهزه. اخد منها شويه كده
عشان نشوف احنا هنعمل ايه. ناخد شويه من الصلصه. مالكوش بقى يا حبايبي الصلصه دي ريحتها عامله ايه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب الكوارع بتاعتنا اهي، كوارع اهي، نحطها في قلب الصلصه، تشرب فيها كده عشان ايه ادخلها الفرن كده. هي ادخلها بقى الفرن، على ما هي تطلع من الفرن يكون انا جهزت ايه، جهزت شوربه الكوارع وجهزت الفته بتاعتي. يلا يا جماعه، يلا بقى نصب الشوربه. طبعا معايا هنا هي يا جماعه دي قطع من الكوارع انا منضفاها اهي، ومعايا بقى العروق اللي زي دي كده اهي كده. بس احوش بقى لو في طماطم. ثواني هنا نحوش بقى. ايوه صفيها كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شايفين؟ الله الله الله. شويه شوربه بقى انما عالي العال. دي شوربه الكوارع اهي، شايفين؟ جماله يا جماله كده. خلاص نشوف بقى ايه الكوارع اللي في الفرن عملت ايه كده اهو. بنجهز نحط الرز بتاعنا فوق الفته. ما شاء الله العيش طعمه تحفه كده من غير حاجه كمان. بس انا بحب بعد ما اطبخ الرز اروح ملوحاه بمعلقه سمنه بلدي، بيبقى طعمه وريحته تحفه. يعني بعد ما نطبخه طبيعي خالص اروح محطه حته سمنه بلدي كده في طاسه وابتدي ايه اقلبه. بدي كده ريحه ملهاش حل، بيبقى مقرمش طعمه تحفه. يا جماله يا جماله. طلعنا الكوارع اهي، بص كده معايا 4 كوارع. الله 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 اهي طلعناها من الفرن. هنبتدي نعمل ايه بقى بعد كده؟ ابتدي بقى اجيب الصلصه اللي انا كنت شايلاها على جنب دي وانزل على الرز والفته. ما شاء الله. ايه الجمال والحلاوه دي. احلى شويه فتة كوارع هتاكلوهم في حياتك من ايد الست رحاب شكري. يلا ما ننساش بقى يا جماعه اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. خلاص كده. حكم المكان بقى يا جماعه ان احنا في المطبخ بتاع جمصه، فالمطبخ ضيق شويه، ضيق يعني. الله يا جماله يا جماله. اي ايه الحلويات دي. تعالى هنا ثواني كمل غريب. بس انا عندي بقى عيل رخم كده هحط له قطعتين لحمه، ما بيحبش الكوارع اهو. اشربهم شويه صلصه برضو عشان ياخدوا اللون كده وشكلهم ظريف. ايه الحلاوه والجمال ده. يا سلام يا سلام. يلا تعالى معايا من الحطينات كده اهو يا حبايب قلبي. خلصنا خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. ده الشكل النهائي بتاعنا للكوارع. دي شوربه الكوارع اللي عملناها هنا كده. دي فتة الكوارع اهي، وبسم الله ما شاء الله بألف هنا على قلوبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.